حياة استيقظي، سنتأخر على الجامعة. أشعر بصداع حاد، لا أدري إن كنت سأستطيع النهوض من السرير. هل أنتظرك أم أذهب وحدي؟ اذهبي، سألحق بك فيما بعد. هل تحدثت مع أهلك في الجزائر؟ سأخابرهم اليوم. إياك أن تخابريهم في غيابي. كما تريدي. خالد، هل أبدو رجل أعمال؟ تبدو وسيما. وهو المطلوب. هل ستتأخر؟ لا أدري، اليوم بالذات سيكون لقاء مصيريا. وهل سنتغدى سوية؟ لا تنتظرني، ولكن إن لم أعد اليوم اتصل بالبوليس. ألو. رأسي يؤلمني يا خالد، ماذا أفعل؟ أكاد أجن. لو كنت قريبة مني لقبلت رأسك الجميل. ولكني لا أمزح، أشعر أنني سأموت. لماذا لا تصدقني؟ لا تخافي، تميتين قارة بكاملها قبل أن تموتي. لم أكن أعلم أنك قاسي القلب لهذه الدرجة. وعكة بسيطة وتذهب. خالد، لا أصدق برودك. حياة، ماذا تريدين مني؟ ما هذا السؤال يا خالد؟ صدقا حياة، ماذا تريدين مني؟ خالد، أنا لا أفهم عليك. من أكون أنا بالنسبة لك؟ أنت كل شيء. بأي معنى؟ بكل المعاني. أريد معنى واحدا محددا. لهذه الدرجة تعجز المعاني عن وصف قصتنا؟ قصتنا أكبر من أن نحدد لها معنى. لا تطلب مني أن أضعها في خانة وأطلق عليها اسما، أنت بذلك تضيق عليها. اعذري حماقتي، اعتقدت أن شيئا ما في علاقتنا قد تغير، وأنه لم يعد ممكنا بعد أن سقطت قلاعك في يدي واستسلم لي كل حراسك، أن المارد الذي في أعماقنا قد انطلق ولن يعود إلى الزجاجة. كنت أعتقد أني أنتقل في علاقتي معك من الحب إلى العشق، ومن العاطفة البريئة إلى الشهوة. إن كنت أنت قد نسيتي فأنا لن أنسى. خالد أرجوك، أنت تحرجني. أنا آسف. في كل الأحوال سأسافر بعد غد إلى إسبانيا، سأغيب هناك 10 أيام. أتمنى حين أعود أن تكوني قد نسيت كل ما قلته لك. تسافر دون أن أراك؟ هكذا أفضل. قد تكون هذه فرصة لنا جميعا
لنضع شيئا من الترتيب في علاقتنا. لنا جميعا؟ من تقصد؟ أنا وأنت والقدر. ستراسلني؟ لو شئت. راسلني، أريد أن أعرف عنك كل شيء. لا أملك عنوانك. سأعطيك رقم صندوق بريدي في الجامعة. حسنا. خالد. نعم. لا تغضب مني. لست غاضبا. أين ستكون في إسبانيا؟ في غرناطة. سأفتقدك. سنرى. 10 أيام تفصل بيني وبينك وبين القدر. كان القدر منحازا لكما، وكان ذلك يؤلمني كثيرا، ولكن أيها أشد إيلاما لي؟ أن أدري أنك مع رجل آخر، أم أن يكون ذلك الرجل هو زياد لا سواه، أم أن تتم خيانتي في بيتي في غرف لم أتمتع بك فيها. هل ستوقفه ذاكرتنا المشتركة وكل ما يجمعنا من قيم؟ قلت لك الكثير عن زياد ولم أقل لك الأهم. كان زياد يوما خليتي السرية، أوراق ائتماني السرية، كان هزائمي وانتصاراتي، حججي وقناعاتي، كان عمرا سريا لعمر آخر. فهل سيخونني زياد؟ الو. خالد؟ لا، انا زياد صديق خالد. من يطلبه؟ أنا صديقته كاترين. كاترين، اهلا اهلا. هل أستطيع أن أتكلم معه لو سمحت؟ في الواقع خالد مسافر. مسافر؟ انه في غرناطة من اجل معرضه هناك. ومتى يعود؟ بعد 10 أيام. في كل الأحوال إذا تواصلت معه قل له أن صديقته كاترين عادت من لندن. سأقول له كاترين عادت من لندن. ميرسي، au revoir. au revoir. لم أكن أعلم أن هناك ثمة كاترين. ألو. بونجور زياد، أنا حياة. أهلا حياة. هل من أخبار عن خالد؟ حتى الآن لا شيء، يبدو أنه غارق في أمجاده. وأنت ماذا تفعل؟ في هذه اللحظة لا شيء. أقصد هل من خطط؟ هناك ما يخطط له وهناك ما يأتي عرضا وبالمصادفة. وأيهما تفضل؟ الخطط ممكن أن تتغير، أما المصادفة فممكن أن تغير. عندي ساعتان فراغ، ما رأيك أن نشرب القهوة؟ نشرب القهوة؟ حتى لا تبقى وحيدا في غياب خالد.
أنا وحيد فعلا. سأهديك روايتي كي تتسلى بها لحين عودته. روايتك؟ نعم، خالد قال لي أنك كاتبة. في هذه الحال صارت الغواية مضاعفة. غواية مضاعفة؟ القهوة أولا ثم الرواية. نلتقي إذن في المقهى نفسه. ذلك قريب من بيت خالد؟ أليس جميلا؟ يكفي أن يكون لقاؤنا الأول فيه حتى يصير جميلا. اعتقدت أنك نسيت أننا التقينا هناك أول مرة. وهل أنا أحمق لأنسى ذلك الثوب الأزرق يتدحرج نحوي وكأنه قنبلة موقوتة؟ ألو، من فضلك أريد التحدث إلى باريس. إليك الرقم.